على حد تعبير الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي وعملاق تبسيط العلوم الراحل، السايكوباتي هو شر على الأرض، وهو الشيطان في صورة إنسان، وهو التجسيد لكل المعاني السيئة والقيم الهابطة. والسايكوباتي المبدع بقى هو أخطر وأسوأ أنواع السايكوباتيين. أهلا يا صديقي العزيز. رحلة النهاردة بتبدأ جوه عيادة نفسية، وجوه العيادة النفسية دي بنشوف عدد أو نموذج من الأمراض النفسية من خلال الأبطال اللي هنقابلهم وهنقعد معاهم. فتخيل نفسك أنت الدكتور مؤنس أبو العزم، دكتور صاحب الصيت الكبير جدا في علاج حالات كتيرة، وهيقابله أكتر من حالة بأكتر من مرض مختلف، ومن أبرزهم البنت اللي عندها حالة الشخصيات أو التعدد التفارقي، والشخصيات اللي بتبقى جوه جسمها زي فيلم سبليت كده على سبيل المثال. وهي هنا عندها تقريبا 3 أو 4 شخصيات جواها. بنشوف كمان الست اللي عندها بايبولر مصاحب بهوس العشق. بنشوف الراجل اللي عنده نوع من انواع عدم الاتزان او دايما حاسس بالقلق او الاضطرابات. بنشوف الشخص اللي فقد بنته يوم خطوبتها فبقى عنده هلاوس وذهان. بنشوف كمان الولد اللي عنده رهاب اجتماعي وبيشتغل، وازاي الدكتور مؤنس بيساعده في العلاج. واخر حاجة بنشوف بقى الروائي اللي بيحاول يكتب رواية جديدة لكنه عنده نوع من أنواع قفلات الكتابة. كل ده بنشوفه في جلسات كتيرة، والمشترك ما بينهم إن الدكتور مؤنس أبو العزم هيجمعهم في منتجع في نويبع، هيعمل زي نوع من أنواع الرحلات العلاجية كده، وإن الأشخاص دي ممكن يقدروا يعالجوا بعض، أو يبقى نوع من انواع العلاج واللي يسمى العلاج السلوكي المعرفي المجتمعي. لحد هنا وانت شايف الامور كويسه قوي. طب ايه اللي هيحصل وايه الحكايه وفين السايكوباتي المبدع في كل القصه دي؟ القصه ببساطه مش هينفع اخش لك في تفاصيل فيها، انما اللي هقول لك ان المريب ان الناس دي مجتمعه في منتجع في نويبع، مفيش كاميرات في المنتجع وامراض نفسيه كتيره. فتتخيل ممكن ايه اللي هيحصل؟ زي ما انت قلت كده، ممكن يحصل مشكله، يحصل جريمه، جريمتين، 3، مش عارفين، انت اللي هتعرف. بس المؤكد ان هتحصل مشكلة كبيرة، ومشكلة كبيرة دي من خلالها هنوصل لمفاجآت كتيرة جوه الحكاية لحد ما نوصل او نعرف مين هو السايكوباتي المبدع. ولو احنا كنا مركزين قوي جوه الاحداث بتاعتنا كنا هنعرف ايه الخلفية للحكاية دي والشخصيات اللي حواليها، وفين دكتور مؤنس ابو العزم في كل القصة دي كلها. كل ده هتعرفه وهتخش في تفاصيله واحداثه لما تقرا روايه السايكوباتي المبدع للكاتب محمد عادل والصادره عن دار ارتقاء. وبعد ما حكيت لك كده عن تفاصيل في الاحداث من غير ما احرق لك اي حاجه، فتعالى نتكلم شويه عن الروايه. والروايه هنا زي ما قلت لك هي بتتكلم بشكل او باخر او بتنتمي لفكره ممكن نقول عليها الرعب النفسي او التشويق النفسي، لان هي ما فيهاش رعب، هي هنا ده تشويق نفسي بجانب جريمه، برضو جريمه تشويق نفسي ممكن نحطها تحت الاطار ده. الروايه في حبكتها جت بشكل كويس جدا، ولو انت مش مركز هيخونك وهتلاقي اكتر من بلوت تويست هيفاجئك جوه الحكايه، ومن اهمها اهم بلوت تويست بيقلب معاك الروايه. والروايه هنا المميز فيها ان بيكون فيها بنى لطيف جدا بفكره ايه؟ بفكره انا مش هاخدك جوه الحدث على طول، ويمكن كتير من الناس بتلجأ لده، بس هنا لا، قال لك تعالى انا هلعب معاك لعبه تانية. انا هدخلك كده في اجواء عاديه، هبتدي اعرفك على الشخصيات بتاعتي، كل شخصيه منهم في كل فصل هي اللي بتتكلم. عندنا شخصيه بتظهر بين حين والتاني وهي اللي بتبقى الاحداث بتتكلم على لسانها في وجودها، يعني لما هي بتبقى شايفه الاحداث بتتكلم، هي مش موجوده في الاحداث، الشخصيات نفسها هي اللي بتتكلم. وهنا انا بنقل لك روح الروايه عامله ازاي من خلال فكره الاصوات، او الروايه فيها اكتر هنا من راوي، مش راوي واحد للاحداث. وده في وقت من الاوقات كان بيعمل لخبطه، لكن الكاتب او مع التنسيق الجيد جوه الحكايه فكان بيبان ان انت هنا في قطع وفي شخصيه تانية ممكن تكون بتتكلم، ومش بيبان لك بشكل، او الكاتب هنا مش بيقول لك مين اللي بيتكلم، لكن انت مع معايشتك ليهم هتعرف مين اللي بيتكلم دلوقتي او
تفتكر ان الحدث كان واقف عنده. اوقات ممكن الناس تلخبط الحكايه دي، واوقات لو هو مركز في الحكايه لا مش هتلخبط. وانا عن نفسي يمكن حصل في اول مثلا فصل او فصلين، بس بعد كده فهمت الريتم ماشي ازاي وخلاص اتعودت عليه. اللغه بقى، هي اللغه جت سهله جدا، ما فيهاش اي يعني استعراض لاي حاجه، لان هي رتمها كده. هو هنا المميز او القوه هنا في فكره عرض الامراض النفسيه، وبيفهمها لك بشكل بسيط وبشكل لذيذ جدا. يمكن في بعض الاحيان لما كان الكلام بيكون على لسان الدكتور، وخاصه في الفصول الاولانيه، كان بيبقى فيه حكي وسرد زياده عن التفصيله دي، وكانه بياخد الحوار كله لوحده وبيطول. ودي نقطه كنا اتكلمنا عنها قبل كده في روايات تانية انها مش بتكون جيده. هنا يمكن فكره ان انا بعرض المرض النفسي، فكان اوقات الدكتور لما كان بيشرح للمساعد بتاعه كان بياخد الحوار هو لوحده. ودي يعني كنا ممكن نقطعها باجزاء، نقطعها بحاجات تانية، لكن هي هنا ما كانتش مضايقاني جدا. لكن دي زي بنقول مثلا نصيحه او طريقه ممكن الكاتب ياخد باله منها في الاعمال اللي جايه. اعتقد احنا كده غطينا اغلب النقط. نقطه اخيره عايز اقولها من النقط اللي عجبتني وكانت حلوه جدا، هي فكره ان احنا بنتكلم على تعدد الرواه، فده كان ممكن يعمل لك مشاكل. الا انت هنا كان الكاتب قادر ينقل لك صوت كل واحد بيتكلم. وفي اوقات كتير انا في شخصيه وحيده زي شخصيه فاتن اللي كان عندها تعدد شخصيات، انا كنت بحس ان انا كل شخصيه بتظهر انا بتكلم بصوتها. يعني شخصيه الراجل كنت حاسس انا بتكلم بصوته، شخصيه البنوته الصغيره كنت حاسس ان انا بقراها بصوتها هي. مش عارف ده ممكن يكون احساسي انا مع الروايه، ولا لو حد قراها هيكون واصل له نفس الاحساس. في النهايه انت قدام رحله وحكايه العديد من الشخصيات عندهم مشاكل، يا ترى هيتم حلها ولا ايه المشكله الكبيره اللي هتظهر جوه الحكايه دي. واعتقد ان انت لازم تركز مع كل الشخصيات، لان كل واحد فيهم جايز يكون بيتكلم بصدق او بيضحك عليك. والراوي الاساسي اللي معانا جايز يكون راوي حقيقي او راوي برضه بيضحك علينا. كل دي تفاصيل اعتقد هتشوفها واتكتبت بشكل كويس جدا في روايه السيكوباتي المبدع، اللي انا بشكل شخصي اتفاجئت بيها جدا، وكانت من اكتشافاتي السنه دي في معرض الكتاب. روايه السيكوباتي المبدع هي للكاتب محمد عادل. ولو انت بتحب الروايات اللي فيها بتتكلم على امراض نفسيه وفيها تشويق كده، وممكن يكون فيها جريمه وبتدور على مين ممكن يكون السبب في الجريمه دي، اعتقد الروايه دي من الروايات اللي هتعجبك جدا. وكمان عشان فيها اكتر من بلوت تويست، هتروح معاه وترجع وتروح معاه وترجع تاني لحد ما توصل لنهايه الصفحات في الروايه. اعتقد كتجربه اولى او تجربتي مع الكاتب، مش عارف هو ليه روايات سابقه ولا لا، بس كتجربتي مع القراءه الاولى ليه اعتقد هي مميزه جدا. اعتقد ان انا هستنى الجديد ليه. في النهايه يا صديقي العزيز، دي كانت مراجعتنا لروايه السيكوباتي المبدع، اللي يعني انا بشكل كبير كانت مفاجئاني وعجبتني جدا بشكل كبير. قولي تحت لو كنت تعرف عنها، لسه سامع عنها دلوقتي، ولو كنت قراتها هل اكتشفت مين اللي ورا كل ده ومين هو السيكوباتي المبدع، ولا اتخدعت زي ما انا اتخدعت في بعض الاحيان. مستني منك كل ده في التعليقات، وقول لي ايه الروايه الجايه اللي حابب نتكلم عنها. وانت عارف يا صديقي، وانت عارف ان مساعدتك للقناه مهمه جدا، ان انت تعمل لايك تشارك الحلقه مع اصدقائك وشاركنا تحت باي تعليق، وكمان تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات الجديده. وانت عارف ان لو الكتاب ده مش مناسب ليك، فاتاكد ان كتابك اللي جاي هيكون هنا. اشوفك في فيديو جديد. سلام.